جنادرية بالسعودية. لا ان شاء الله خير، وان شاء الله يرجع لجمهوره والعافية. ولمحبيه ومريديه كمان. ثانك يو. الخبر الثاني طبعا كل الناس هلا بلشت تسال عن باب الحاره الجزء الخامس. اتصلنا فيك على الهواء هذيك اليوم. بالضبط اتصلنا بس ما زلنا نستلمات. بالنسبه لابو عصام كمان هو فعلا ما راح يشارك بباب الجزء الخامس لانه لهلا ما انعرض عليه عرض انه يكون بدون. بس انت ما بتعرف بسام الملا او المؤلف ممكن تكون مفاجات باخر لحظه. هلا هو عم بصور اهل الرايه، وكمان ب20/4 متوجه الى القاهره لتصوير مسلسل عصر الخلافه. اهل الرايه الجزء الثاني يعني. بالضبط. هلا طبعا من كتابه زوجته على ما اعتقد. انا بصراحه ما تابعت المسلسل. اعتقد من كتابه زوجته. ما انت حضرته؟ لا أنا بس مره حضرت له مقابله عم بيقولوا انه من كتابه زوجته. اذا عم يحضرنا ابو عصام صلح لنا الله يخليك. ما عندي فكره على الموضوع. هلا رح ننتقل طبعا على موضوع ليليا الأطرش اللي هي كمان مشاركه بالجزء الخامس من باب الحاره، وبشكر الزميله نادين سابا اللي اجرت معها اللقاء ببيروت، واللي يعني بطلوع الروح كشفت بعض الاسرار من الجزء الخامس من باب الحاره. تمنفوت بمشاكل نادين سابا معلوف لو سمحت. معلوف ايوه عشان يضل محفوظ نادين سابا المطربه. طيب نشوف اذا اللقاء سوا. هاي السنة بباب الحارة الجزء الخامس بتصير كتير أحداث وتطورات مع بشخصية لطفية بينها وبين عصام، بس أكيد هاي السنة في أشياء رح تصير غير متوقعة أبدا، وبتضايق كتير لطفية كتير مسكينة هاي السنة عموما. ليش مسكينة؟ بتصير مع لطفية أحداث غير متوقعة من خلال عصام، ومن خلال ضرتها، ومن خلال كل شيء من عائلتها يعني. فهي السنة شوي بتكون منكسرة، وبنفس الوقت بتاخذ مواقف كثير. من هاي المواقف انه هي لأول مرة يمكن هذا السر فيني اقوله، لأول مرة بكل اجزاء باب الحارة هي بتوقف بوش والدتها شوي، بتصف مع عصام، وبتحس انه اللي عم تحكي لها يا والدتها مانو شيء كثير منطقي او مانو شيء كثير صح. فبنشوف لطفية جديدة ان شاء الله. فريال بتحتاج احد يوقف في وجهها، اولهم بنتها يعني تحديدا كانت كثير سلبيه. الله يستر على الجزء الخامس. لطفية حرام